خارق، وقالت لي بلي هاد الجوج راه ما عندهمش خبره، وقال لها بلي جابت واحد الشيباني اللي سميتو كيتشن، والقدره ديالو عنده واحد الكاسك اللي كيعطيه قدرات خارقه وكيعطيه حتى رؤيه للمستقبل. وعاد كاين هو هاد الابطال بربعه تجمعوا في واحد القاعده، وحتى واحد فيهم ما كان عارف الاخر، غير كارتر هو اللي جمعهم، وجدوا راسهم وتحركوا بواحد الطائره غتكون تحت القصر. في نفس الوقت بلاك ادم غادي ينوض من الغيبوبه اللي كان فيها، وغادي يلقى ولد ادريانا اللي سميتو امون، وما غيكون فيها حتى شي لعبه في هذا العصر اللي فيه هو دابا بطبيعه الحال، حيت كان محبوس في 5000 سنه. بزاف ديال الحوايج تبدلوا عليه. هنا امون بركو باش يشرح لي القصه، قال لي قبل 5000 سنه، قال لي بلي كنتي انسان عادي، فجاه قدرتي تتحول لبطل خارق وتحرر مدينه كاهندار، من بعد ما قضيتو على اخشو اللي كان كيستعبدكم هو والجنود ديالو، ولكن غير غبرتي. المدينه تعرضت للغزو شحال من مره، ولحد الان باقا كاع ما تحرراتش، ودابا محتاجين شي بطل بحالك اللي يحرر لينا مدينتنا. ادم غادي يجاوبو، غادي يقول لي بلي انا ماشي بطل، وموراها دخل في الحياه هرشو وخلى الدري دايرو بوحدو، وخا غادي يتبعوا امون غادي يحاول يقنعوه باش يعاونهم باش يقضيو على الانترغانغ. في واحد اللحظه امون